تحت. الله. فين؟ خطير. بص كتي احلى رز معمر تعمليه بس على طريقتي انا بس. والله جميل قوي. شايفين عامل ازاي؟ شايفين باين؟ تحفه تحفه. جربيه بالطريقه دي بجد هيعجبك. يلا فين. اول حاجه كده نسمي الله ونصلي على الحبيب. وهجيب ايه 2 كيلو من الحليب او 2 كيلو من اللبن. تمام. ال2 كيلو من اللبن دول هياخدوا ايه بقى؟ هياخدوا كوبايتين من الرز. يعني الكيلو اللبن او الكيلو الحليب هحط له كوبايه من الرز، بس تكون كوبايه مليانه كده. تمام. جبت الرز غسلته كويس جدا وبعدين نقعته ساعه. ليه نقعته ساعه؟ علشان ما ياخدش وقت معاكي وهو بيستوي في قلب الحليب. تمام. هجيبه كده واحطه على النار مع التقليب المستمر. انا كده معليه نار البوتاجاز، مش مهدياه، مخليها عاليه. تمام. اول ما يبدا اللبن او الحليب يبدا يغلي كده معانا بهدي النار بقى، وبخلي الرز كده مع الحليب يستوي كده حوالي 3-4 دقايق. تمام كده. كل ده مع التقليب المستمر عشان يختلطوا ببعض، وفي نفس الوقت الرز ما يعملش تكتلات، تبص تلاقيه تماسك مع بعض. اهو عمال اقلب فيه حوالي 3 دقايق 4 دقايق بالشكل ده. ما احطش السكر ولا احط اي حاجه دلوقتي. بعدين بس اقلب اللبن والرز كده شويه كده. وبعد كده بروح جايه حاطه السكر. طبعا السكر ده زي ما انت عايزه. ادي كوبايه من السكر وحطيت له كمان نص كوبايه من السكر، يعني ال2 كيلو لبن حطيت له كوبايه ونص من السكر. طبعا السكر ده حسب رغبتك انت، بتحبيه مسكر بتحبيه سكره خفيف براحتك. انا عن نفسي حطيت له كوبايه ونص سكر. وادي الفانيليا حطيت له فانيليا. وهدنا نقلب كده بقى شويه. اللبن بدأ يغلي معانا اهو بالشكل ده. بس بشوف السكر بتاعه مظبوط ولا لا. ادي الحليب بدأ يغلي معانا كويس. هسيبه بقى يغلي حوالي 2-3 زي ما انا قلتلكوا. بعد كده بطفي النار عليه وبسيبه ربع ساعة بالظبط الرز في قلب الحليب او في قلب اللبن وانا طافية النار عليه. هتبص تلاقيه الرز بدأ يفشر كده وزاد، وبقى يعتبر بقى نص سوا. بيبقى تحفة جدا. امشي معايا في الخطوات دي هتعجبك قوي قوي. شايفين الجمال؟ ادي الحليب اهو بدأ يغلي. سبته ربع ساعة بالظبط في قلب وهو مطفى عليه الرز في قلب الحليب. شايفين الرز بقى عامل ازاي؟ باين قدامكم في الفيديو. الرز فشر معانا وبقى ايه يعتبر كمان 3/4 سوا، مش نص سوا كمان. هحطه بقى في صينية. الصينية ديت انا حاطه فيها حوالي 3-4 معالق كده من السمنة البلدي، علشان الحليب بتاعنا بيبقى عايز سمنة بلدي كده، بيديها طعم وريحة حلو. في نفس الوقت الحليب بتاعك لو دسم بتحطش قشطة، لكن لو انت مش متأكدة ان الحليب مش دسم قوي بتحط له 3-4 معالق قشطة كده. تمام. هدخله بقى الفرن. مش هياخد والله، مش هيكمل حتى 5 دقايق. ياخد بس لون معانا كده وخلاص. كده الرز يعتبر ايه 3/4 تسوية معانا. دخلته الفرن بالشكل ده. وبعد ما يبرد تماما، هو شايفين الجمال؟ بعد ما يبرد خالص عشان تعرفي تقطعيه بقى كده وتاكليه بألف هنا. نبدأ نقطعه. تحفة جدا. كان مظبوط، السكر بتاعه مظبوط، الطعم، التسوية، كله كان حلو جدا. مفيش حد اكل من الرز المعمر ده الا لما شكر فيه. اعمليه على طريقتي هيعجبك قوي 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 ويطلع مظبوط معاكي. شايفين الجمال؟ هتقولي لي بقى ال2 كيلو لبن خدوا صينية قد ايه؟ الصينية ديت مقاسها 36. انا عن نفسي الصينية ديت ممكن تاخد كمان 3 كيلو من اللبن، عشان انا بحبه ايه بيبقى عالي كده وحلو. وبألف هنا. ومتنسوش بقى لايك واشتراك.